مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ معلش كان بقالي فترة كده ما بنزلش فيديوهات. بس النهاردة ان شاء الله بإذن الله يعني هنتكلم في شوية، مش شوية حاجات كده. انا مش محضر حاجات معينة، بس يعني ايه، هنتكلم في الاسبوع اللي فات كله، وهنتكلم طبعا على نهائي دوري ابطال اوروبا بكرة ان شاء الله بإذن الله. فان شاء الله باذن الله يا ريت بقى تدعمونا باللايكات، واللي مش مشترك في القناه يشترك وفعل زر الجرس ونعمل سبسكرايب عشان خاطر نقدر نستمر في الفيديوهات تاني، والفيديوهات تنزل تاني كل يوم. فدعما منكم لايكات وتفعيل زر الجرس وسبسكرايب. خلينا نتكلم بسرعة كده عن الأسبوع اللي فات. طبعا الدوري الإنجليزي انتهى. مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي. التاني الأرسنال، التالت ليفربول، الرابع أستون فيلا. دول اللي مشاركين في دوري أبطال أوروبا. عندنا توتنهام في الدوري الأوروبي، وعندنا تشيلسي في الكونفرنس، ومانشستر يونايتد طبعا لأنه فاز بنهائي كأس الاتحاد. دي الفرق اللي مشاركة في دوري أبطال أوروبا. دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر. الفرق اللي هبطت طبعا لوتن تاون وبيرلي وشيفيلد. مانشستر طبعا استحق طبعا ان هو ياخد الدوري. فريق ملوش حل بصراحة، سواء كان هو ولا جوارديولا كمدرب. فرقة ملهاش حل، فرقة تقدر تكسب أي فرقة في العالم، ما عندهمش أي مشكلة خالص. فرقة بيضغطوا صح في الكورة. عارفين بيعملوا ايه، بيضغطوا ضغط من قدام، ضغط ايجابي مش ضغط سلبي، مش مجرد ان هم بينقلوا كورة وخلاص. لا، هم عارفين بينقلوا الكورة، وعارفين هم عايزين يودوها فين ويظبطوا يعني الدنيا، ويقدروا يجيبوا جوان من كل الهجمات ديت. فهم فرقة بصراحة منظمة، وفرقة عارفة بتجيب، يعني فرقة عايزة تعمل ايه. تاني حاجة أرسنال لعب موسم ممتاز ممتاز، وكان يستحق الدوري برضو حتى لو خده. يعني حتى لو الأرسنال فاز كان يستحق الدوري طبعا عن جدارة واستحقاق. بس هو يعني بقاله سنتين اهو داخل في دوري أبطال أوروبا وبيطلع في المراكز الثلاثة الأوائل. ف يعني وارد السنة الجاية إن شاء الله بإذن الله يبقى أرسنال أحسن ويفوز، ويبقى السنة الجاية في تنافس كبير. تشيلسي طبعا فنش الموسم ممتاز برضو، يعني لحق مركز في المؤتمر الأوروبي. تلعب طبعا نهائي كاس ما بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد. طبعا كان كله متوقع ان مانشستر سيتي هو اللي هيكسب وهيجمع ما بين الدوري والكاس، لكن بصراحة مانشستر يونايتد كسب، عمل ماتش كويس وكسب 2-1. لحق برضه هو كمان في الكونفرنس، هيلعب في الكونفرنس. تنهاج غالبا مش هيكمل، يعني تنهاج غالبا مش هيكمل. تشيلسي طبعا بوكوتشينو مشي، وهيجي طبعا مكانه تقريبا ماركسا، او اللي هو كان بيدرب ليستر سيتي تقريبا يعني. لسه المفاوضات شغالة. بس يعني ما نفهمش يعني مرة واحدة مفاجأة كده مشي. ف وطبعا ارني سلوت طبعا مدرب ليفربول الجديد الهولندي. تقريبا مفيش غير ارتيتا وجوارديولا هما اللي باقيين. غالبا الباقي هيبقى فيه تغييرات، وتوتنهام برضو زي ما هو، مفيش اي مشكلة. فان شاء الله السنه الجايه الدوري يبقى يعني اقوى من كده، ويبقى فيه تنافس بقى من مانشستر سيتي، ليفربول، ارسنال، يخش توتنهام وتشيلسي ويونايتد. فان شاء الله باذن الله نشوف يعني ايه دوري قوي. طبعا استون فيلا دخل دوري ابطال اوروبا مع اوناي امري، فريق جامد جدا بصراحه استون فيلا، وفريق محترم. فان شاء الله باذن الله يبقى دوري كويس السنه الجايه باذن الله. نتكلم طبعا على نهائي دوري ابطال افريقيا، الاهلي والترجي، اللي اتلعب هنا في استاد القاهره. طبعا النادي الاهلي كان يقدر يخلص من الماتش اللي في تونس لو كان هاجم شويه. كان قدر يخلص من الماتش اللي هناك، بس يعني هي طلعت 0-0. قدر رامي ربيعة انه يجيب جون في الدقيقة
3 او 4، خبطت في المدافع ودخلت. آه، يعني الشوط الاول كان الاهلي يقدر يجيب جونين كمان على الاقل، بس ضاعت طبعا كل الفرص من اسامه ابو علي وحسين وامام. فالشوط التاني طبعا ابتدى الاهلي يخاف ان هو جايب جون عشان مش عايز يخش فيه جون تاني. ابتدى يأمن كولر شوية، ينزل ديانج وبعدين نزل قفشه عشان يمسك الكورة. جت كورة في العارضة في اخر الماتش برضو، قفشه عملها، يعني غالبا الترجي ما كانش ليه خطورة قوي. فدي طبعا المرة ال 12 الاهلي يفوز بيها بدوري ابطال افريقيا، وللمرة الرابعة في اخر 5 سنين، والمرة التانية على التوالي. فطبعا ارقام قياسية رهيبة للنادي الاهلي، ارقام عالية جدا جدا، صعب ان اي حد في افريقيا يحصلها. فان شاء الله باذن الله باستمرار، والنادي الاهلي يعني ان شاء الله بطولات دايما، ودايما بيحصل بطولات كلها. ان شاء الله هيبقى في ماتش كاس السوبر الافريقي ما بين الاهلي والزمالك، غالبا هيبقى من 25 ل 30 يونيو في السعودية. كان في كلام بيتقال ان هو ممكن يتلعب في العاصمة الإدارية، بس متهيألي صعب يعني. متهيألي السعودية شارية حق البطولة، وهنتأكد برضو خلال الأيام اللي جاية. ده طبعا بالنسبة لماتش الأهلي. طبعا بإذن الله عندنا بكرة بقى نهائي دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد وبروسيا دورتموند في ويمبلي. طبعا المرشح الاول اكيد ريال مدريد. ريال مدريد اي قدام اي فرقه هو المرشح الاول، فريق ملوش حل بصراحه، فريق بيعرف يكسب، بيدافع صح، بيعمل هجمات مرتده صح، بيكسب صح، بيضغط صح، كل حاجه بيعملها صح. فطبعا هو المرشح الاول، ولكن بروسيا دورتموند فريق تقيل، فريق عنده الاطراف قويه جدا، سريعه جدا. كريم ادمي وعنده سانشو، الاتنين ملهمش حل، فظاع في الهجمات المرتدة. فطبعا ريال مدريد لازم هياخد حذره، وده ماتش نهائي من ماتش واحد. يعني مش بيفرق فريق كبير من فريق متوسط من فريق صغير، وارد ان يحصل اي حاجة بكرة. صحيح ريال مدريد كفته ارجح، نقول بنسبة 60-40، بس برضو الماتش ملوش كبير، وارد جدا ان بروسيا دورتموند ياخدوا البطولة، وخصوصا بعد اللي حصل في ماتش باريس في فرنسا يعني، والكور اللي ضاعت من باريس سان جيرمان، 4 كور في العارضة ولا 5 كور في العارضة. فوارد تكون بقى البطولة من نصيب بروسيا دورتموند. هو كان وصل نهائي تقريبا 2013 مع بايرن ميونخ وخسر 2-1. وارد بقى يبقى في 2024 هو اللي ياخد البطولة. طبعا ريال مدريد هو المرشح الاول وكل حاجة، بس برضو زي ما بنقول بروسيا دورتموند فريق جامد وبيلعب كرة حلوة، بيدافع ويقفل صح ويلعب على الهجمات المرتدة. كوارتو طبعا عندنا بكرة كوارتا هيلعب أساسي مع ريال مدريد. فإن شاء الله بإذن الله يبقى ماتش حلو، وبإذن الله نتفرج عليه، واللي ياخد البطولة هو الأحق بيها بالفعل، يعني سواء كان بروسيا دورتموند أو ريال مدريد. طبعا برضو عندنا ماتشين المنتخب، يوم 6 مع بوركينا فاسو، ويوم 10 مع غينيا بساو. طبعا المنتخب لو كسب الماتشين هو صعد لكأس العالم. لا قدر الله لو حصل اي حاجة يبقى الامور بقى لسه اتلعبكت شوية. فان شاء الله باذن الله يوم 6 هنلعب مع بوركينا فاسو هنا في القاهرة، ويوم 10 مع غينيا بساو. كابتن حسام طبعا اختار اللعيبة، واختار 26 لعيب. طبعا في جدل شوية على التشكيل من ناس كتيرة، بس خلاص احنا مفيش وقت، يعني بندعم الكابتن حسام، نقف معاه. هو يعني يدعم الفرقة ويقف ورا الفرقة ويقف ورا اللعيبة اللي معاه، ويبقاش في مشكلة بينه وبين محمد صلاح، لأن محمد صلاح نجم كبير، وهو اللي هيشيل المنتخب طبعا مع اللعيبة اللي معاه. فان شاء الله باذن الله ما يبقاش فيه مشكله ولا في اي مشاكل ما بينهم، وان شاء الله يقدر المنتخب يوصل كاس العالم، يكسب الماتشين دول يوصل كاس العالم ان شاء الله باذن الله، ويفرق عن المنتخبات اللي معاه. وبعد كده نبتدي بقى ايه،
يعني نسعى بقى لكأس العالم، ندخل بقى شباب جداد، نقدر ان احنا يقدر ان هو يجرب زي ما هو عايز. بس لازم طبعا اساسي الماتشين دولت ان شاء الله باذن الله لازم نكسبهم بكل القوة الضاربة. طبعا احنا عندنا عمر مرموش ما جاش عشان بيعمل عملية في صباعه، فما جاش. كان هيفرق طبعا مع المنتخب، بس اللعيبة اللي موجودة ان شاء الله بإذن الله تسد، ولعيبة رجالة، وان شاء الله نصعد بإذن الله لكأس العالم. وان شاء الله بإذن الله اشوفكم في فيديوهات تانية. ما تنسوش لايكات وتفعلوا الجرس وسبسكرايب عشان نقدر ننزل فيديوهات تانية، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية بإذن الله. شكرا.